مش لازم تسرق بنك علشان تعرف تشطب شقتك، شطب على مهلك على قد اللي معاك، خلص خطوه وقف وكمل تاني. كل مبلغ يتكون معاك اشتري خامات وخزنها في اي مكان، ولما يجي الوقت وتحتاجها هيكون سعرها بقى حاجه تانية خالص. مش لازم تشتري احدث واغلى موديل اجهزه في الكوكب، لان في براندات سعرها بسيط وجودتها كويسه. اهم حاجه تركز في الافتر سيل، ضمانها هيكون مريح، قطع غيار موجوده وتقضي الغرض. مش لازم دايما تمشي ورا الترند، يعني مش علشان شكل ولا لون طالع موضه يبقى هو احسن حاجه. الترند يعني هيبقى موجود في كل البيوت، وبالتالي مفيش اي شيء يميزك عن غيرك، وكلها سنه سنتين وهيبقى شكله قديم عادي، وهتضطر وتحب انك تغيره، فهتصرف فلوس. فهنخلي اختياراتنا في الافكار والتصميمات التايمليس، الافكار العمليه البسيطه اللي مش بتكلف كتير، وكل ما تشوفها في اي وقت بتكون مبهره وجميله. مش لازم تفكر ان الكل فراغ في البيت استخدام خاص بيه، نخرج من هنا ندخل هنا وهي كلها اصلا مساحه قد كده. نحاول ندمج استخدامات الفراغات مع بعضها بحيث نختصر حوائط وفرش واضاءه، يعني فراغ واحد بقطع فرش مش كتير بيكون فراغ متعدد الاستخدام. كل ما هنفكر بشكل مختلف اكتر كل ما هنستغل المساحه ويكون شكل البيت حلو. مش لازم علشان شكل البيت يكون حلو فعلا اننا نصرف كتير، بندور على الافكار العمليه الموفره، وممكن نعيد استخدام الاشياء اللي عندنا في البيت ونغير في شكلها. اكتبوا لي بقى في الكومنتس اكتر مش لازم فرقت معاك، او لو في حاجه تانية ممكن نوفر فيها وما جبتش سيرتها.